السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ أولاباك مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. في الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على كيفية التعامل مع ورقة الامتحان، وبالضبط غنهضر على مادة اللغة الفرنسية. كيف ما كتعرفوا الله يرضي عليكم أنه في الفرنسية كتكون مقسمة على زوج، فيها البرودكسيون على 10 وفيها لي كيستيون دو كومبريونسيون كذلك على 10. راه امور جد واضحه، يعني على مر السنوات نفس لا ستركتور باش كيتحط الامتحان غيبقى دائما يتحط به. وراكم شفتوا الاطار المرجعي. اول حاجه غادي نهضروا عليها هي لا كومبريونسيون، 10 النقاط. السؤال الاول جدول كتعمروا بالمعلومات على كل مؤلف، يعني كيعطوك لو تيتر، لو جونغ، لوتور، لا دات ديكريتور، لا دات بوبليكاسيون. هادو هما المعلومات اللي غالبا كيكونوا. السؤال الثاني كيكون على سيتوياسيون دو باساج، اللي ما بقاش كيقول لك فيها سيتوي لو باساج دون لوفر ولا بارابور ا لوفر ولا بارابور aux événements précédents، ولكن كيعطيك سيتوياسيون دو باساج سو فورم دي كيستيون ديريكت، اسئله يعني كتجاوب عليهم مباشره، او لا كيعطيك يعني تكمل الفراغ، او لا كيقول لك ريبون باغ فري او فو الى غير ذلك. سؤال 3 و4 و5 و6 كيكونوا مرتبطين يعني بلو تكست على لي بيرسوناج، لي زيفينمون، لو طون، لو ليو، لي سونتيمون. السؤال 7 و 8 كيكونوا مرتبطين بلي كور دو لونغ، لو شون ليكسيكال، لينونسياسيون، فيغور دو ستيل. كيعطيك جميع يعني الدروس المتعلقين بلا لونغ. ثم فالسؤال 29 كيعطيك لو بوين دو في بيرسونيل ديالك اللي غتجاوب عليه يعني حسب واش انت مع ولا ضد. متفقين؟ في البرودكسيون دو ليكري كيعطيك واحد السوجي انت غتستعمل فيه اما بلون سامبل ولا ديالكتيك، وماشي مجبر انك تستعمل بلون ديالكتيك، ممكن انك تستعمل بلون سامبل. مقدمه عرض خاتمه. مقدمه كتسالي بسؤال، في العرض كتعطي الراي ديالك، جو سوي داكور، جو سوي كونتر، بيان سور اون افي لي زارغومون، وكتعطي ان اكزومبل بريسي. وفي الخاتمه كتعطي يعني اون سانتيز، يعني واحد الخلاصه، اولا كتقدر انك تدوي لنا على الايجابيات السلبيات، لاش خاصنا نردوا البال، شي مقوله شي معلومه. متفاهمين؟ هذه النقطه يعني العامه. عموما القضيه ديال كل زبيب كل تمار، نعس بكري، دوش قبال، المهم داك التخربيق ديال الهضره ديال الزنقه ما عندنا ما نديرو بها. الامتحان غيدوز يعني في احسن الظروف، غيكون ساهل. كنشجعكم وكنقول لكم راه اي واحد فيكم قادر انه يجيب معدل، واي واحد فيكم قادر انه يجيب نقطه مزيانه في اللغه الفرنسيه. حاجه واحده اخرى الله يرضي عليكم، بالنسبه للمواد الاخرين ما تهملوهمش، واخا الفرنسي المعامل ديالها 4 ما تهملوش المواد الاخرين. الله يجازيكم بخير. حاجه وحده نبغي نشير ليها هي ما تسمعوش للناس يعني اللي كيعطوكم افكار سلبيه ولا افكار سيئه. حاول انك تكون ايجابي وتموتيفي راسك براسك. حاول انك تخدم تبريباري، وما تقولش بلي راه الوقت سالات، ولا تقول بلي راه صافي راجع الى اخر دقيقه. نتمنى تكونوا بالف خير، وان شاء الله تدوز الامور باحسن الظروف. كان معكم استاذ عبد اللطيف، تحياتي لكم الى فيديو مقبل بحول الله.